السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في فيديو سريع كده ملخص عن كل تسريبات الايفون 15 وسلسله الايفون 15 اللي نعرفها، لان حرفيا الايفون ده او السلسله دي جايه بتطويرات رهيبه جدا، ودي حرفيا اول سلسله يحصل فيها تطور رهيب جدا، وهيحصل فيها تغيرات نوعيه ونقلات نوعيه كبيره جدا. فخلينا كده نتكلم بشكل سريع عن أقوى 7 مميزات وأقوى 7 تغيرات جايين في سلسلة الآيفون 15 الجديدة. وزي ما انت عارف خلاص المؤتمر الرسمي قريب جدا يوم 12 في الشهر، يعني خلاص كام يوم والسلسلة دي هتكون نزلت بشكل رسمي، ودي آخر تسريبات قدرنا ان احنا نوصل لها. خلينا نتكلم عن أول حاجة وهي الألوان الجديدة اللي جاية في السلسلة دي، لأن حرفيا أبل غيرت كل الألوان سواء السلسلة العادية أو سلسلة البرو. وخلينا نتكلم على سلسلة 15 العادية. عندك 5 ألوان، عندك لون بينك جديد، عندك لون أصفر، عندك لون أزرق، وعندك أخضر فاتح أو ممكن تقول منت جرين، وعندك طبعا اللون الاسود. وتقدر تقول ان دي اول سنه قبل ما تحطش اللون الابيض الصريح في سلسله الالوان بتاعتها. اما بقى عن سلسله البرو فالحقيقه هي جاب الوان فخمه جدا جدا جدا. السنه دي حقيقي سلسله البرو الالوان بتاعتها كلها دمار. وقبل هنا رجعت اللون الكحلي، لو انت فاكر اللون الكحلي اللي قبل اطلقته مع سلسله ال12 برو وال12 برو ماكس، قبل رجعته هنا بلون او بتغير يعني بسيط جدا، لكن تقدر تقول ان هو لون كحلي. وقبل مسميها هنا الميد نايت بلو، تقدر تقول ان هو نفس اللون او قريب من اللون الازرق اللي موجود على ساعات قبل. لكن الاهم من اللون ده هو اللون الخرافي الجديد، اللون الجري الجديد. قبل حصريا حاطط لك لون جديد مع ال15 برو وال15 برو ماكس، لون باسم تايتن جراي، لون التيتانيوم الجري كده. لون حقيقي اول ما تشوفه كده هتحب اللون ده، هتحس ان اللون ده قد ايه ان هو فخم وقريب قوي من، يعني تحس ان هو كده حاجة فخمة جدا. وطبعا من الالوان اللي بعشقها جدا والالوان اللي ثبتت جدارة جامدة جدا والفخمة جدا اللون الاسود او هنا السبيس جراي. واكيد طبعا هيكون عندك اللون السيلفر اللي هو الوحيد تقريبا التقليدي في السلسله دي. فحرفيا قبل مع سلسله ال15 برو وال15 برو ماكس واخد الوان شيك. وبما اننا اتكلمنا على الالوان خلينا نتكلم بقى على تاني تغير واضح وهي الخامات، لان حرفيا برضو دي اول سنه من قبل هنشوف هنا خامات متغيره تماما، خامات جديده ومختلفه تماما عن اي ايفون شفته قبل كده. وفي الواقع التغير ده هيكون مقتصر على ال15 برو وال15 برو ماكس، لان هنا الفريم بتاع الايفونات دي لاول سنه هيجي من معدن جديد وهو التيتانيوم. خلاص بقى انسى الستانلس ستيل والحاجات دي، الحاجات اللي كانت بتلمع والحاجات اللي كانت طبعا بتبهرنا جامد جدا طبعا، لكن ابل خلاص عايزه تحل كل مشاكل المستخدمين. ناس كتير اشتكت من موضوع مسكه الموبايل بدون جراب، ناس كتير اشتكت عشان البصمات وان الفريمات دي بتبصم وصعبه جدا في التنظيف وحاجات زي كده. كل الكلام ده ابل قررت تحله في سلسله ال15. لذلك انا قلت لك في اول فيديو ان السلسله دي فعلا هتكون دمار جدا، لانها حرفيا ابل جمعت كده كل حاجه كانت محتاجه، يعني الناس كلها كانت بتتضايق من بعض الحاجات جمعتها كده وقررت انها تحلها في السلسله الجديده دي. والتيتانيوم هو معدن لكنه اقوى وافخم من الستانلس ستيل، كمان عشان برضو موضوع البصمات وكده الفريمات دي مش هتكون لمعه، يعني الفريمات دي هتكون مطفيه او تقدر تقول انها يعني هيبقى عليها طبقه كده تخلي الفريم ما يلمعش. بمناسبة الفريم السنة دي برضو والأول مرة زرار السايلنت المشهور جدا بتاع الآيفونات هيبقى مش موجود رسميا على ال15 برو وال15 برو ماكس، لأن حرفيا قبل هنا غيرته بحاجة اسمها اكشن بوتون. وحرفيا تقدر تقول ان الزرار ده هو زرار عادي لكن تقدر تعمل له كاستمايز لأي حاجة انت عايزها. ممكن تديله نفس الميزه اللي كانت موجوده قبل كده ان هو يعمل لك الموبايل بتاعك سايلنت ويفك السايلنت، وممكن تستخدمه في اي حاجه تانية. يعني ممكن ناس مش بتستخدم الزرار ده في ان هو سايلنت او حاسه ان هو ملوش اي فايده، دلوقتي انت بقى عندك زرار تعمله كاستمايز تخصصه لاي حاجه انت محتاجها، يفتح لك الكاميرا، يفتح لك الفلاش، يعمل لك اي حاجه انت عايزها. وبيقال برضو ان الزرار ده هيكون فيه هابتيك فيدباك، يعني كل ما تضغط على الزرار كده هتحس ان الزرار ده زرار حقيقي كده. هو طبعا زرار حقيقي لكن هيديك كده ايحاء، يعني عارف انت الفايبريشنز والحاجات اللي بتحصل دي، هيبقى الزرار ده بيديك كده شويه ايحاءات قويه جدا عشان تحسسك ان الزرار ده اكتف كده وحيوي معاك. كمان برضو ازرار الصوت هيجي فيها هنا تغير، يعني الديزاين بتاعها هيتغير شويه. وبشكل عام الفريم هنا هيتغير، الحواف بتاعته هتبقى انعم شويه، هتكون يعني دائريه اكتر، يعني بس مش كتير قوي، هتكون حاجه بسيطه عشان بس تكون اريح في المسكه، لان زي ما انت عارف حواف الايفونات
بقت شارب شويتين، وطبعا كل الناس خدت الترند ورا الايفونات، ودلوقتي ابل بتقرر انها تغير الموضوع ده، لان يعني ناس كتير جدا اشتكت من الموضوع ده. مسكة الايفون بدون جراب بتحسسك ان انت مش مرتاح قوي كده. احنا اتكلمنا عن تغيرين، تعال نتكلم بقى على تالت حاجة، وحرفيا تالت حاجة دي الناس بتتكلم عنها من بقالها فترة طويلة جدا جدا جدا، لان هي حاجة يعني كنا نتمنى نشوفها من فترة او من سنين، واكيد من كلام انت عرفت انا هتكلم عن ايه، وهو مدخل الشحن. واخيرا ابل هنا رسميا مع سلسله ال15 كلها، سواء 15 عادي او 15 برو او 15 برو ماكس، كلهم هيكونوا جايين بمدخل يو اس بي سي. تخيل معايا انك اول مره في الحياه هتشوف ايفون بمدخل يو اس بي سي عادي جدا زي اي موبايلات الاندرويد. ولو ان النقطه دي انا مش متاكد منها قوي، يعني ابل لازم برضو تحط حاجه كده ممكن ما يكونش زي موبايلات الاندرويد قوي، وهو حرفيا مش هيكون زي موبايلات الاندرويد في سلسله البرو والبرو ماكس. بالنسبه لليو اس بي سي اللي موجود في سلسله ال15 العاديه، فهو هيكون يو اس بي 2 عادي جدا. اما بقى عن ال15 برو وال15 برو ماكس، فعندك هنا يو اس بي سي بيدعم الثاندر بولت 4، واللي بدوره هيقدم لك سرعات نقل اعلى بكتير جدا من ال15 العادي، وهيقدم لك سرعات شحن اعلى برضو من ال15 العادي. والمتوقع برضو ان السنه دي والاول مره برضو هنشوفها في اي ايفون، ان سلسله ال15 برو وال15 برو ماكس هتدعم سرعة شحن بتوصل ل 35 واط. 35 واط سرعة شحن رهيبة جدا، وهتكون أعلى بفرق واضح جدا عن كل الإصدارات اللي فاتت. أما عن ال15 العادي فالمتوقع أنه يكون سرعة شحن عادية، يعني سرعة شحن سريعة اللي هي 25 واط التقليدية بتاعت أبل يعني. لكن ال15 برو وال15 برو ماكس ابل السنه دي ناويه تميزهم جامد جدا. وكمان ابل عليها كده شويه حركات روشه جدا بتحب تعملها، لكنها بتفرق جدا جدا جدا. يعني هي حركه تافهه لكنها بتفرق معاك جدا. التسريبات بتقول ان ابل هتحط الكيبل اللي بيجي مع الموبايل في العلبه بنفس لون الموبايل اللي انت هتشتريه. يعني لو انت هتشتري موبايل ازرق، الكيبل بتاع الشحن هيجي لك ازرق، وهيجي بخامات اعلى من اللي كان بيجي بيها زمان. هيجي بخامات بريدد، هيجي يعني انا متوقع كده من التسريبات والشكل كده بيقول ان هو نفس الخامات المصنوع منها الشواحن بتاعه الماك بوك، زي ما احنا شفنا اخر فتره الماك بوك اير الجديد والحاجات دي. الشواحن بتيجي فعلا يعني خامتها مختلفه تماما عن الخامات اللي قبل كده. وخلينا نتكلم على رابع اختلاف معانا، وهي ان سلسله ال15 كلها هتحصل على الدايناميك ايلاند. الدايناميك ايلاند اللي كانت حصريه لسلسله ال14 برو وال14 برو ماكس دلوقتي بقت موجوده على ال15 العادي وال15 برو وال15 برو ماكس. لكن برضو هنا في تغير كبير وواضح لصالح ال15 برو وال15 برو ماكس، وهي ان الحواف هنا هتكون اقل بفرق واضح جدا عن ال14 برو وال14 برو ماكس. وابل بتقول ان حرفيا ده هيكون واحدة من أنحف الحواف اللي موجودة على أي هاتف في العالم. وأكيد طبعا هيبقى فيه تغيرات في الشاشة نفسها، لكن ما نعرفش أي حاجة عنها إلى الآن. أكيد أبل هتغير في الشاشة. وخلينا نتكلم بقى على خامس حاجة معانا، وهي البطاريات. أبل حرفيا مع السلسلة الجديدة دي هتعيد أمجاد سلسلة ال13 برو وال13 برو ماكس. ال13 برو ماكس كان واحد من أفضل الآيفونات اللي ممكن تستخدمها كأداء بطارية على الإطلاق. الآيفون حرفيا بيقعد معاك فترة طويلة جدا جدا على شحنة واحدة. فابل حرفيا السنه دي غيرت كل البطاريات وزودت البطاريات بفارق ملحوظ وفارق واضح عن السلسله اللي قبل كده. فتتوقع طبعا اداء افضل بكتير من السلسله اللي قبل كده. وطبعا شيء بديهي جدا، معالج جديد بتكنولوجيا جديده 3 نانومتر، واللي بدوره هيقدم لك تجربه ممتازه جدا واروع واقوى من السلسله اللي قبل كده اللي هي اصلا كانت قويه وممتازه جدا. لكن عندك هنا صرف طاقه افضل، يعني عندك هنا توفير في البطاريه، عندك اداء حراره افضل، وطبعا يعني الاداء وكل حاجه هتكون فارقه. لكن برضو التسريبات بتقول ان البرو السنه دي والبرو ماكس لاول مره ممكن نشوف عليهم 8 جيجا رام بدل 6 جيجا رام. يعني هي طبعا الرامات مش بتفرق قوي في الايفونات، لكن بدايه من 6 رام الموضوع بقى كويس جدا. 8 رام برضو عشان التطبيقات المفتوحه في الخلفيه هيفرق معاك جامد جدا لو انت شخص طبعا بتفتح تطبيقات كتير وبتسيبها مفتوحه في الخلفيه. نتكلم بقى على سادس اختلاف وهيكون جامد جدا، وهو الكاميرات. ال15 العادي هيجي بالسنسور ال 48 ميجا بكسل اللي كان موجود على ال14 برو وال14 برو ماكس، وطبعا هيفرق جدا في اداء الكاميرات على سلسله ال15 العاديه اللي هو كان فعلا سنسور قوي جدا. لكن بقى المميز هنا البرو والبرو ماكس لاول مره برضو، يعني شوف انا قلت لك لاول مره كام مره في الفيديو ده، هيجي عندك هنا كاميرا تيليفوتو او كاميرا بايروسكوب
بتقدر توصل من 5 ل 6 اكس زوم حقيقي بدون ما تخسر اي كواليتي او جودة، وده حرفيا تقدر تقول ان هو ضعف الرقم اللي كان بيوصل له ال 14 برو وال 14 برو ماكس. فطبعا هيحصل نقلة نوعية جدا في الكاميرات والتصوير مع سلسلة ال 15 برو وال 15 برو ماكس. واخيرا اخر تغيير معانا هنا، وخليني اصدمك لان السنة دي ابل هتغير الاسعار وسلسلة البرو هتبدأ من $1199، يعني تقدر تقول انها اغلى ب $200 كاملين من سلسلة ال 14 برو اللي اتعلن عنها السنة اللي فاتت. فزي ما قلت لك في اول الفيديو ان حرفيا السلسلة دي لو انت بتفكر تشتري اي ايفون جديد والميزانية تسمح معاك، حرفيا سلسلة ال 15 برو وال 15 برو ماكس السنة دي جاية بنقلات نوعية وجاية بتغيرات واضحة جدا عن اي ايفون نزل قبل كده. واكيد طبعا كلنا منتظرين الميعاد الاطلاق الرسمي اللي هيكون يوم 12 في الشهر، ووقتها هنقدر نشوف كل التفاصيل وكل الحقائق وكل حاجة عن الايفونات دي بالتفصيل. وبس كل حاجة من النهارده، مش بقى تعمل لايك وسبسكرايب لو فيديو جاي ان شاء الله. سلام.